بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن النفس الإنسانية أخذ مساحة واسعة في القرآن الكريم، بحيث أن مصطلح النفس ومشتقاته ورد في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة. أنفسهم يا أيتها النفس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين إلى غير ذلك من الآيات التي إذا أردنا أن نحصيها وردت كلمة نفس أكثر من 300 مرة في القرآن الكريم. والسبب في ذلك هو أن موضوع النفس الإنسانية هو من المواضيع الأساسية ديال القرآن الكريم، لأن حقيقة الإنسان هو نفسه. موضوع ديال القرآن الكريم هو الإنسان، العلاقات ديالو والأصل ديالو، والحقيقة ديال الإنسان هي النفس، هي نفسه التي تصدر عنها، هذه النفس هي التي تصدر عنها المعتقدات، وتترسخ فيها هذه المعتقدات المشاعر والانفعالات والسلوكيات، كلها أساسها ومصدرها ومجالها هو النفس الإنسانية. والقرآن جاء لكي يرشد الإنسان إلى المعتقدات الصحيحة والسلوكيات السوية والطريقة الصحيحة لإدارة المشاعر والتحكم في الانفعالات. ولهذا يمكن القول أن القرآن الكريم قدم لنا رؤية متكاملة عن النفس الإنسانية من ناحية أصلها ومصدرها، شنو هو المصدر ديال هذه النفس، شنو هو الأصل ديالها والخصائص ديالها والصفات ديالها، الآثار ديال هذيك الصفات ديال النفس، الآثار ديالها على السلوك. والأساس ديال الحساب ديال الإنسان، الإنسان مسؤول، ماذا مسؤول عن سلوكه. ولهذا لا يمكن معرفة حقيقة النفس الإنسانية بمعزل عن خالقها وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما فصل علماء الغرب العلم عن الدين لظروف خاصة بهم، أهمها مواجهة سلطة الكنيسة التي حاولت أن تفرض سلطتها على العلم والعلماء، فوقع صراع وصدام بين العلماء ورجال الدين أدى إلى فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن العلم. وكان رجال الدين هم الذين يقومون بدور عالم النفس، أن الإنسان المسيحي حينما تكون له واحد الأزمة نفسية أو مشكلة نفسية أو اضطراب، الشعور باضطراب نفسي، كان يلجأ إلى الكنيسة وإلى رجل الدين لكي يبوح له بما يعانيه ويأخذ التعاليم والتوجيهات من رجال الدين. لكن عندما وقع الفصل بين الدين والعلم، ظهرت الحاجة إلى علماء النفس الذين حلوا مكان رجال الدين، وأصبح عليهم أن يعالجوا المشاكل النفسية بمعزل عن الدين، وحاولوا أن يقدموا رؤية للنفس الإنسانية مخالفة لما كان يعتقده رجال الدين. وبما أنهم حاولوا أن يعطوا لنظريتهم الصبغة العلمية، فقد نظروا إلى الإنسان نظرة مادية، فالإنسان في نظرهم ليس أكثر من حيوان تحركه غرائزه الجنسية والعدوانية. ولهذا هم لا يعترفون بالجوانب الروحية التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان. ولهذا يرى فرويد أن الدين هو مجرد اختراع بشري ومرحلة ماضوية من مراحل التطور الحضاري ابتدعه الإنسان لشعوره بالعجز تجاه قوى الطبيعة، وهو مجرد مسكن. الدين هو مجرد مسكن لتخفيف الخوف والقلق من أحداث الحياة.
والناس في رأي فرويد يميلون إلى الاعتقاد بوجود أب لهذا الكون، وهم بوصفهم أطفال بحاجة ماسة إلى رعاية أب، وبالتالي فإن الإنسان هو الذي يخلق الإله وليس العكس. ثم جاءت نظرية التطور لداروين لتؤكد هذا الاتجاه المادي في دراسة الإنسان. هذه النظرية تعتبر، يعني نظرية التطور تعتبر أن الإنسان ليس أكثر من حيوان تطور عبر عدة مراحل، ولهذا فإن علم النفس لا يزال حتى وقتنا الحاضر يعني تقوم يعني الكثير من دراساته ونظرياته على دراسة سلوك الحيوان وتعميم نتائج هذه الدراسات على سلوك الإنسان، لأن الإنسان بالنسبة إليهم يعني ليس إلا جسما تحركه غرائزه الحيوانية، ولا يعيرون للجوانب الروحية أي تأثير على سلوك الإنسان. وطبعا فإن نظرية التطور تخالف وتعارض ما جاء في القرآن الكريم من حقائق يقينية عن خلق الإنسان، وأن الله تعالى خلقه منذ البداية إنسانا سويا، ولا علاقة له يعني الفصيلة ديال الحيوانات. وهو شكون هو هذا الإنسان؟ أول إنسان خلق الله سبحانه وتعالى سوي هو آدم عليه السلام، وهو أبو البشر كما وردت في قصة الخلق في القرآن الكريم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في آية أخرى، ولقد كرمنا بني آدم، يعني أن الإنسان هو يعني كائن متميز مختلف يعني تماما عن الحيوانات. إذا نلاحظ أن علم النفس الحديث قد بنى فهمه للنفس الإنسانية على أساس الكثير من المغالطات والأوهام بسبب جهله بالحقائق الغيبية التي جاءتنا عن طريق الوحي الإلهي، وخاصة منها ما يتعلق بكيفية خلق الإنسان ومن خلقه ولماذا خلقه، وهو ما نلخص في كلمة قصة الخلق. فالإنسان مركب من عنصر مادي ملموس وعنصر غيبي روحي، كما قال الله سبحانه وتعالى خلقه ونفخ فيه من روحه. ولا سبيل لنا إلى العلم بهذا الجانب الروحي الحقيقة ديالو إلا بإخبار من الله سبحانه وتعالى في حدود يعني ما سمح الله سبحانه وتعالى لنا أن نعلمه. لأنه حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الروح جاء الجواب في القرآن الكريم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يعني لا سبيل للإنسان أن يعرف حقيقة الروح، لأنه إمكانيات ديال العلم ديالو محدودة. إذا أردنا أن نفهم نفس الإنسان أو أن يفهم الإنسان نفسه فهما صحيحا، لا يمكن أن يحقق ذلك إلا بمراعاة العنصر المادي والروحي. ولهذا أصبحت البحوث الكثيرة التي قام بها علماء الفيزيولوجيا وعلماء الأعصاب تؤدي إلى الاعتراف باستقلالية العقل والروح عن المادة، وأنهما جوهران مستقلان عن الجسم. وبدأت بعض المدارس الجديدة في علم النفس تعترف بأن الإنسان له حاجات مادية وحاجات روحية تميزه عن الحيوان. يقول موريسون: إن روح الإنسان هي سيدة مصيره، وقد أوجدت للإنسان قانونا للأخلاق لا يملكه أي حيوان آخر ولا يحتاجه. والدين يقول أن الدين هو فطري في الإنسان، ويجب على العلم أن يقر بذلك. إذا لا بد من الرجوع إلى الدين لفهم حقيقة النفس الإنسانية حتى نعرف كيف نتعامل معها. الدين لا يعتبر النفس مجرد رغبات وشهوات يجب إشباعها بأي طريق كان. ولهذا يعتبر علم النفس الحديث أن الألم النفسي سببه في الغالب هو الحرمان المادي أو العاطفي، ويرجع ذلك
يعني ويحصل ذلك في المشاعر السلبية التي يمكن أن يعني يتعرض لها الإنسان، فتسبب له اضطراب والقلق والاكتئاب والوساوس وغير ذلك. ولكن هذا جانب فقط مرتبط بالمشاعر، لا يتصور علم النفس الحديث أن المعاناة النفسية للإنسان يمكن أن تكون امتحانا وابتلاء من الله، وأنها يمكن أن تكون طريقا إلى مراجعة النفس واكتساب الحكمة كما يحدث للكثير من الناس. يعني تكون يعني واحد يعني المشاعر السلبية التي تنتابهم، بعض الأحداث التي تصطمهم، بعض المصائب التي يعني تقع لهم، تكون سببا في يعني مراجعة حياتهم ومراجعة أنفسهم وفهم حقائق الأشياء وفهم القوانين التي يسير الله سبحانه وتعالى بها هذا الكون. أما علم النفس فهو يرى أنه لا يمكن تغيير ما بالنفس وتبديل صفاتها، لأنه يرى أن النفس تأخذ شكلها النهائي في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل، ولا يكون دور المعالج حينما يعني يكون الإنسان يعاني من اضطراب، أن الدور المعالج هو إخراج المكبوت الموجود في هذه النفس من دائرة الباطن واللا شعور إلى دائرة الوعي والشعور، كما يعني أسست لذلك نظرية التحليل النفسي عند فرويد، وذلك عن طريق التنويم المغناطيسي أو الإيحاء الذاتي أو العلاج بالتنفيس والفضفضة أو التعبير بالفن أو الاستغراق في عمل آلي أو العلاج بالتسوق والإشباع الاستهلاكي أو السفر والترفيه. وهذه كلها هي مجرد مسكنات لا تعالج الآلام النفسية من جذورها، وذلك من خلال اتباع برنامج علاجي دقيق يقوم على العناصر التالية. أولا، إذا بغى الإنسان يعني يبني نفسه، يراجع نفسه، يصلح نفسه، يعني يخلص نفسه من القلق والاضطراب والمشاعر السلبية، الأساس ديالها من خلال يعني الرؤية ديال القرآن هو مراجعة العناصر التالية. أولا، إصلاح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. كيف يجب أن تكون الإنسان يعني مفطور على فترة، يعني مفطور على الإيمان وعلى الاعتقاد بوجود يعني قوة غيبية يعني تملك يعني قدرة غير محدودة، ويبحث عن هذه القوة ويؤمن بها. إذا الإيمان أو التدين هو مسألة فطرية في الإنسان، والغاية ديال الدين هو يعني إعطاء الرؤية الصحيحة وحقيقة هذه القوة الغيبية اللي هي الله سبحانه وتعالى، ما هي صفاتها، ما هي يعني الحقيقة ديالها، وكيف يجب التعامل معها، وكيف يجب أن تكون العلاقة معها. وهذه من المواضع الأساسية ديال القرآن الكريم، اللي هي أولا يعني يركز على العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكيف يجب أن تكون، وأن علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى هي علاقة عبودية وطاعة وإخلاص وتوكل وإيمان. النقطة الثانية هو تخليص النفس من صفاتها المذمومة ومعرفة عيوبها وآفاتها. النقطة الثالثة هي مجاهدة الرغبات والميول النفسية المنحرفة بأضدادها من خلال ترويض النفس الشهوانية على العفة، ودفع النفس الأنانية إلى البذل والعطاء، وحث النفس المتكبرة على التواضع، واستنهاض النفس الكسولة إلى العمل، وتسليح النفس الكئيبة والحزينة بالأمل،
لأنه لا حزن ولا يأس مع الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة وهو تخليص النفس من الأحقاد والحسد، و يعني تحليها بالرفق والرحمة والمحبة للآخرين. والخلاصة أن علماء النفس الماديين يعني الخطأ الذي وقعوا فيه أنهم تعاملوا مع النفس الإنسانية على أنها مادة وجسد يمكن إخضاعه للتشريح والتجربة، لأنهم لا يؤمنون بشيء اسمه الروح أو النفس كهيئة قائمة بذاتها، وإنما هناك مجموعة مركبات كيميائية وجينات وراثية اسمها إنسان. وهذه أكبر ثغرة وقعت فيها الحضارة الغربية، ولعل أكبر قيمة مضافة يمكن أن يقدمها المسلمون إلى هذه الحضارة ما يملكونها، يعني هو ما يملكونه من نظرة شمولية متكاملة للإنسان وللنفس الإنسانية التي قدم لها